فيلم هيلبوي. بيبدأ أحداث الفيلم في اسكتلندا. بنشوف الدكتور بروم ومعاه الرقيب وتمان. فالدكتور بروم بيقول له ان المكان اللي هم موجودين فيه اتبنى بين عالم الارض وعالم تاني. بنشوف بعدها الرقيب وتمان بيجمع جنوده علشان يهجموا على جيش الالمان. في نفس الوقت بنشوف كارل بيستعد انه يفتح بوابه الجحيم ومعاه شخص اسمه ريسبوتين واقف مع حبيبته إلسا وبيديلها القوه علشان تعيش معاه للابد. كارل بيجهز ريسبوتين ويلبسه جهاز في ايده علشان يفتح بيه البوابه. فبيشتغل الجهاز والبوابه بتتفتح. الرقيب وتمان بيراقب اللي بيحصل من بعيد وبيكون قاعد بيصورهم. فبيسمعهم واحد من الجنود الالمان فبيرمي عليه قنبله وبيقرر انه يهجم عليهم هو وجنوده. كارل شافهم فضرب عليهم نار وفي طلقه جت في الدكتور بروم وبدا انه يقتل في جنود وتمان. الدكتور بروم بيحاول انه يوصل للقنبله علشان يفجر البوابه. فكارل شافه ولسه هيروح يقتله بس بيلحقوا الرقيب وتمان وضرب عليه نار. فدكتور بروم قدر انه يرمي قنبله على البوابه. كارل جري عليها وبيحاول انه يمسكها بس مش بيلحق فبتنفجر في البوابه وبيطير كارل بعيد فبيخبط في عمود وبيدخل في بطنه حديده وبتسحب